أيها المشاهدون الأعزاء، عندنا أبو زيد من العراق، لكني أشترط عليه أن لا يخرج عن الآية أو القرآن أو صحيح السنة. تفضل. نعم. السلام عليكم. ولا عن الموضوع، لا يخرج عن الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخ الجليل، عندما تذكر الآيات القرآنية التي تمدح بعض الصحابة فيجب أن تتطرق إلى الآيات القرآنية الأخرى التي ذمت الصحابة أو وبختهم أو أثبتت أخطائهم. روى أحمد بن حنبل. هات آية تدل على ذم الصحابة. نعم، أثبت الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن هنالك مجموعة من الصحابة قتلوا لا لحظة، لا تخرج لا مسند أحمد ولا غيره. أنا أريد منك آية من كتاب الله تنقض هذا الكلام الذي نقوله، لو سمحت لا تخرج. نعم. هات آية. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. جميل. قال الإمام أحمد بن حنبل. لحظة. هذه الآية سبب نزولها معروف، أن مجموعة من الصحابة ظنوا رجلا كافرا فقتلوه يظنون أنه قال السلام تقية كما تؤمنون أنتم بالتقية أو التقية، فالله عتب عليهم ذلك وسماهم مؤمنين وقال لهم يا أيها الذين آمنوا، فأثبت الله لهم الإيمان وقال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله تعالى يعلم الصحابة، يوجه الصحابة، يرشد الصحابة ويثبت لهم الإيمان. فلماذا أخذت بآخر الآية ولم تأخذ أول الآية التي تثبت الإيمان وتقوم على التوجيه والإرشاد للصحابة لإصلاحهم، لتوجيههم، لإرشادهم، لتقليل أخطائهم، لتعديل إعوجاجهم، ولم يكونوا معوجين رضي الله عنهم، كما أنهم لم يكونوا معصومين وإنما كانوا طائعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد منك آية يا أيها الناس الصحابة كفروا، أريد منك آية واضحة تدل على أنهم كفروا أو تنقض هذا الكلام. لو سمحت لا نتشعب. أنا أريد منك آية محكمة من كلام الله واضحة الدلالة والسياق والسباق واللحاق تنص على كفر الصحابة أو ردة الصحابة أو نفاق الصحابة أو ضلال الصحابة بس، وإحنا مستعدين من هذه اللحظة نتشيع معك، وكل أهل السنة في الأرض كلها سيتشيعون معك إذا أتيت لنا بما ينقض هذا الكلام من كلام الله. لو سمحت لا تخرج. هؤلاء النفر من الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل لكي يأخذوا أغنامه. طيب هل كان منهم لحظة هل كان منهم أبو بكر وعمر؟ لست أنا لم أتكلم على أبا بكر وعمر، ولكن أنت تقول لا شوف، الآية وضحت وشرحت أنه يجب على الصحابة رضي الله عنهم أن يتثبتوا، يعني توجيه، ما خرجوا من الإسلام، ما زالوا مؤمنين، والقرآن أراد تعديلهم وتعديل الأمة من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، فهو خطاب للصحابة خصوصا وللأمة عموما إلى يوم القيامة، كما أن الله خاطبك أنت وقال لك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنت مليء بالغل والتكفير والتكذيب لكلام الله وللمهاجرين والأنصار. فأنا أريدك أن تتوب إلى الله وأن تفهم القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم نزل القرآن لتعديلهم، نزل القرآن للعتب عليهم، كما عتب الله على الأنبياء إذا كان الله يقول لرسوله عبس وتولى يا أيها النبي اتق الله، ويقول الله عز وجل وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هل هذه منقصة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حاشا لله، وإنما هو توجيه وإرشاد وتعليم وتصحيح وتصويب وتوجيه للمسار الصحيح.
فيا أخي لا تلف ولا تدور، اعطني آية من كتاب الله تدل على كفر الصحابة. سبحانه وتعالى الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أيوة. فإننا لا يستطيع أحد أن نقول أن يجتهد أمام النص. يا أخي اسمعني لو سمحت يا أبا زيد، لا تأتيني بعمومات، فإن من مناهج أهل الضلال والانحراف أن يستدلوا بعمومات في مقام يحتاج إلى دليل خاص. أنا أثبت لك مناقب المهاجرين والأنصار بعشرات الآيات بل بمئات الآيات، أثبت لك مناقب المهاجرين والأنصار. اعطني آية، نصف آية، حرف من كتاب الله يذم الصحابة أو يكفرهم أو يقول بردتهم. لا تأتيني بعمومات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ما أنتم تقتلون المؤمنين في كل مكان، تقتلون المسلمين في العراق، وتقتلون المسلمين في السنة في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، يعني بردا وسلاما عليكم. أم أنهم ليسوا مؤمنين لأنكم تنهجون نهج التكفير للسابقين واللاحقين؟ يا أخي ائتني بآية من كتاب الله. لا زال السؤال قائما لك ولغيرك من المتشيعين، نقول ائتنا بآية تنقض هذا الكلام ونحن مستعدون نفعل ما تريدون. هيا، لا تضيع وقت البرنامج، لا تأتيني بنص عام، ائتني بنص خاص كما أتيتك بنصوص خاصة. صرف الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صرفه الله، قطع الخط. على أي حال أيها الكرام، لا تأخذ دينك من حديث ضعيف، لا تأخذ دينك من فزورة وأسطورة تاريخية كذابة كسر ضلع فاطمة، أن عمر كسر ضلع فاطمة. لا تأخذ دينك من هذه الترهات، خذ دينك من هذا الكتاب العظيم، من هذا القرآن المنزل، من صحيح السنة. هذا هو دين الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه